الكيكة الرخامية أو الماربل كيك من أشهر كيكات ستاربكس. الكل اللي يحبون ويعشقون هالكيكة وما تتوفر عندهم كل يوم أو ترهق ميزانيتهم، تعالوا مع بعض نبي نتعلم نسويها بالخطوات وبمقادير متوفرة وبطعم ألذ من الجاهز. نشوف المقادير مع بعض، طعم ما راح تنسونه. مقادير الماربل كيك: قالب ونص زبدة طرية بحرارة المطبخ يعادل 150 جرام، 3/4 كوب سكر و4 بيضات وملعقة كبيرة فانيليا، نص كوب حليب سائل وكوبين ونص من الدقيق أبيض، ملعقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، ملعقتين كبار من الشوكولاتة البودرة ملعقة كبيرة من القهوة سريعة التحضير، ونصف كوب من حبيبات الشوكولاتة. للتغطية كوبين من حبيبات الشوكولاتة ونصف كوب من الجوز أو اللوز اللي يجي مفروم خشن. القالب مستطيل مقاسه 9 إنش، دهنته بالزبدة وبطنته بورق الزبدة. نبدأ بسم الله. أول شي بزبدية عميقة بحط الزبدة والسكر وأخفقهم خفاق الكيك لين يذوب السكر، بعدين بضيف البيض والفانيليا بالتدريج حبة ورا حبة وأستمر بالخلط. بعدين أضيف اللي هو الحليب السائل وأخفق، بعدين أوقف الخلط وأنخل المواد الجافة على المواد السائلة. حطيت الدقيق والبيكنج باودر والملح، بعدين خلطت. أول ما اختفى الدقيق وقفت الخلط. هذا هو قوام الكيكة. الحين أخذت نص الخليط وحطيته بزبدية، بعدين جبت اللي هو الحليب السائل أضفت له القهوة والشوكولاتة وحركتهم مع بعض لين اندمجوا، وبعدين أضفت الخليط هذا لخليط الكيك وحركت لين طلع عندي لون الكيك، خليط الكيك بالشكل هذا. طيب الحين أجيب صينية الفرن وأبدأ أوزع الخليط، مرة من كيك السادة ومرة من كيكة الشوكولاتة بالتناوب لحد ما انتهي من كل الكمية. آخر شيء أجيب عود الشوي وأسوي دوائر عشوائية بالشكل هذا علشان تعطينا الشكل الرخامي. بعدين أزين الوجه بحبيبات الشوكولاتة وهذا اختياري. أدخل الصينية الفرن مسبق التشغيل على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة من أسفل و5 دقائق من أعلى. بعد ما انتهيت طلعتها من الفرن، ما شاء الله تبارك الله الريحة مرة شهية عبت المكان. طلعتها بكل سهولة من ورق الزبدة وخليتها تبرد تماما. بعدين جبت حبيبات الشوكولاتة ودخلتها الميكرويف لمدة 60 ثانية لين ذابت. بعدين أضفت لها الجوز المجروش وصبيت التغطية على الوجه. تركتها لين بردت، بعدين قطعتها قدمتها مع البلاك كافي، مع الكابتشينو، مع القهوة السعودية، لذيذة بكل حالاتها ما ينشبع منها. ومن بكرة ترى بتطلع على هذا إذا بقى منها قطعة لبكرة. طبقوها، صحة وعافية مقدما على الجميع.